السلام عليكم اخواتي. اليوم جبت لكم وصفه جديده تاع حلوه من حلويات العيد. نروحوا على بركه الله نكتشفوا الوصفه تاعنا. هنايا حنعطيكم المكونات. دائما نقول لكم راني كي نصور راني ندير كميه صغيره. هنا عندي 125 غرام تاع مارغرين، عندي 2 مغارف تاع سكر، 2 مغارف تاع نشا، و2 مغارف تاع البان دو بيس. خبز التوابل اللي راهو متوفر في السوبيرات، لانه في الفيديو السابق اللي حطيته بزاف اللي طلبوا مني، نعتذر منهم لانه العلبه كي جبتها نحيتها ريحت رميتها. يعني انتظروني بك كش ما نشري نعاود نعتها لكم. يعني سوبيرات تلقاوها متواجده دوكا، حتى اللي يبيعوا قلت لك لوازم الحلويات ولا سوبيرات. هنايا كما راك تشوفوا قرصه تاع الملح، عطر بغيتو ديروا كراميل، اي عطر بغيتو ولا جوز ولا اي بغيتو. وعندي نص عفوا، وعندي حبه بيض. يعني انا درت نصف الكميه، راح ندير نص حبه بيض. يعني في الكميه تاع 125 غرام ديروا حبه بيض كامل، ورشه الملح ما ننساوهاش، والفرينه اللي نجمعوا بها. هنا نبدا نخلط هذه المكونات. هنا نضيف حبه تاع البيض. يعني صراحه الوصفه هذه راني خدمت بها وضاقوها بزاف اللي طلبوها مني صراحه، وكل مره نقول نحطها، واللي كنت نخليها للعيد ونحطها لكم. اللي ضاقها دائما يسقسيني على الوصفه، قلت لهم انتظروها ان شاء الله في العيد نحطها لكم. يعني وصفه بزاف عجبتهم. هنا كيما راكم تشوفوا نخلط حتى تدخل لي البيض تاعي. انا هنا كيما راكم تشوفوا راهي تبان لكم راني نخلط نصف الكميه اللي عطيتها لكم. هنا ما ننساش العطر تاعي، ونبدا نجمع بالفرينه. العطر هذا كنت تلقاوه عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات، يعمر لكم قرعه كيما هكا ب 15000، ويعمر لكم ثاني حتى ب 10000. يعني يقدروا يعمروا لكم عادي، تقدروا تشريو حتى كميه صغيره. ونروح نضيف الفرينه تاعي غير بشويه هكا باش ما تغلبنيش، لانه عندي كميه صغيره وقادره الفرينه تكون تشرب هكا باش ما تجيكمش يابسه، باش نقدروا نشكلوها في ليمون. هذه العجينه بعد ما جمعتها كما راكم تشوفوا، عندي هنا ليمون هذو تاع لي باغكات، واش متوفر عندكم استعملوا، تقدروا تستعملوا اي مول عندكم. هنا نشكلهم. يعني حاجه عاديه ماشي حاجه كبيره، بالطريقه هذه. ومن بعد نحي الزايد كما راكم تشوفوا. رانا نحاولوا نلبيو رغبه كل يعني اللي راهم يطلبوا مني حلويات، ولا اللي ذاقوا حلوه اللي خدمتها لهم. صدقوني نحاول رانا كل مره نلبيو رغبه واحد. يعني انتظرونا ويعذروني بزاف اللي يتصلوا بيا، وساعات ما نقدرش كيما نقولوا نجاوبهم. يسمحوا لي بزاف بزاف، نعتذر منهم بزاف بزاف. كيما راكم تشوفوا هنا نزيد معكم حبه باش تشوفوا. كيما راكم تشوفوا يعني حاجه سهله. نحاول اني ما نديرهاش خشينه بزاف وما ترققوهاش بزاف باش ما تكسر لكمش، وطيبوهم حتى هنا. دائما نقول لكم الخير لكم نتوما، تبغوهم تحمروهم مليح، كيما تقدروا تخليهم يبداو كيما نقولوا غير يصفروا شويه وتخرجوهم كيما هذه الطريقه هذه. حاولوا انكم تثقبوهم في الوسط باش ما يطلعوش حتى، يعني ونسيتوا شفتوهم انهم تنفخوا لكم في الوسط، حلوا عاودوا كيما نقولوا ضغطوا عليهم باش يعاودوا يهبطوا لكم. والفور تاعي راهم مسخن على درجه الحراره 180. نكمل الحبيبات تاعي نطيبهم ونرجع نشوفوا كيفاش نحشيوهم. هنا بعد ما وجدوا لي باغكات تاوعي كيما راكم تشوفوا، انا هنا حمرتهم. هذا هو الشكل تاعهم، راكم تشوفوهم محمرين مليح.
هنا الحشو تاعي واش عندي كيله. انا هنا كيلت غير بالمغارف، درت 2 مغارف. اي نوع تاع مكسرات متوفر عندكم، كاوكاو، جوز، لوز، واش متوفر عندكم. 2 مغارف تاع قطايف محمصين في الفور بلا ما زدت لهم حتى حاجه. نشعلهم الفرن نديرهم في البلاطو ونبقى نحرك فيهم حتى يحمروا. فتيتهم غير باليد. عندي 2 مغارف تاع البان دو بيس، وهنا دوك نزيد نكسر فيهم غير شويه جوز كيما راهو تشوفوا فيه، يعني نكسروا غير هكا ونجمعهم غير بالمربى. هنا الجوز نحاول دائما نكسروه غير باليد ما نرحيوش. وعندي شوكولا للطلاء، وعندي شويه تاع جوز اللي نديرو من تحت. هنا نخير لكم نتوما اذا بغيتو ديروا بندق، بغيتو ما تستغناو عليه كيما بغيتو نتوما. هنا غير نكسر غير حبيبات لانه قلت لكم راح نعمر غير كونتيتي صغيره. هنا قلت لكم كيلت غير بالمغارف، درت 2 مغارف. هنا كتعود عندكم كميه كبيره ديروا بالكيله، كيله. هنا عندي المربى، عندي تاع المشماش. هنا يعني انسب تاع المشماش هو يعني ذوق خير من نقولوا تاع فراز ولا في الكاطو. ونحاول نجمع كلش مع بعضه. انا اولا قبل ما نلوح يدي باش نبدا مباشره في الحشو تاعي. هنا شوكولا للطلاء، يعني نوتيلا، الشيء اللي متوفر عندكم واي نوعيه متواجده عندكم تقدروا تخدموا بها، وكل واحد ومقدوره. يعني مش شرط نديروا الحاجه الغاليه باش ناكلوها، يعني اللي عنده يدير، اللي ما عندوش يدير واش متوفر عنده كما راكم تشوفوا الطريقه هذه. وهنا نحكم ندير غير شويه برك، ما نديروش بزاف، يعني لانهم الحبيبات اصلا صغار ماهمش كبار بزاف. هنا بالنسبه للمكسرات دائما حاولوا انكم تصحدوهم برك شويه في الفور، يعني مش قال نديروهم ونخليهم يطولوا تاني يتحرقوا. غير نشعلوا الفور مده هكا، ندخلوهم شويه بك ونعاودوا نخرجوهم باش نخرجوا من النكهه تاعهم. هنا باش ما نبدا هنا نلم بالمربى تاعي. ونشوف هنا مخصوصا نزيد هنا. نحاول دائما باش نجبد تشوفوا مليح. ديروا الخليط تاعكم، يعني ديروا كميه مليحه تاع مربى، ما يكونش سائل بزاف وما يكونش ناشف، لانه كما نعرفوا فيها البان دو بيس وفيها القطايف هذاك يعاودوا يشربوا وما تجيكمش الحلوه تاعكم ناشفه. يعني راني نحاول نفهم فيكم الشيء اللي نقدر عليه باش هكا تفهموني، سيرتو المبتدئات. هنا ونبدا نعمر لي طارطولات تاعي. نعمرهم يعني كميه مليحه. نحاول نقص اذا درتها كما راكم تشوفوا. نحاول نغطي، انني ما خليتهاش يعني دوكا كون نخليها شويه دوك تعاود تشرب لي. راني باش نكمل بك الفيديو لانه ساعات نعتذر منكم، يعني كش ما نغلط ولا حاجه. ساعات راني ندير 2 فيديوهات مع بعضهم وراهي ماشي سهله انه يصور 2 فيديوهات 3 في نفس الوقت. يعني بنتك تقطعي بين فيديو وتطيبي حاجه وترجعي لحاجه ماهيش سهله، وساعات الوقت يكون ضيق نتحتم نصور بالطريقه هذه. انا ننظف يدي احسن ونعاود نرجع. هنا كيما راكم تشوفوا هنا مباشره ندير في البان دو بيس تاعي باش هكا نغطي الحبات تاعي كامل. نحاول نغطيها مليح وتدي لها الشكل، يجيكم الشكل تاعها باهي. بزاف اللي كانوا يطلبوا الوصفه هذه مني
وصدقوني يعني اللي ذوقها دائما يطلبها مني، وللاسف دائما نتعطل، وليت قلت نخليها للعيد ونحطها لكم كما راكم تشوفوا. والتزيين راح يكون اختياري واش متوفر عندكم. انا هنا استعملت غير وريدات هادو تاع بعجينه، عفوا بالشوكولا، بوت بعجينه غير بالشوكولا، ونثبتوها هنا الفوق. هنا راح ندير غير بالمربى. يعني غير هنا درت بزاف باش ما تهبطليش. دائما باش تكون الحبه تاعنا فينين نديرو غير شويه برك باش نثبتو، وتقدروا تستعملوا الشوكولا بطبيعه الحال، ونثبتوا الوردات تاعنا. هنا الورده واش متوفر عندكم تقدروا تزينوا كما راكم تشوفوا. هذه هي الحبيبات تاعنا. انا نكمل الكميه تاعي ونعاود نشوفوهم ان شاء الله. هذا هو الحلوى تاعنا. انا نكمل قلت لكم الحبيبات تاعي ونعاودو نرجعوا. هذه الوصفه تاعي بعد ما كملتها كما راكم تشوفوا. التزيين نخليه لكم اختياري لكم نتوما، كما تقدروا تنزعوا الجوز ديروا غير بالكاوكاو وحده. هنا دائما تروح الذوق واش متوفر عندكم. هنايا نقسم لكم حبه باش تشوفوا الشكل تاعها. هنا قلت لكم الحشو حاولوا انكم ديروه شويه طري باش هكا يبقى لكم مده طويله كما راكم تشوفوا. انا هنا الصابلي راني قلت لكم متعمده نخليه يتقرمش، راهو صدقوني الذوق تاعو يجي ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه. نقول لكم تاكلوه بالصحه والهنا، وانتظروني ان شاء الله في وصفات اخرى.